يا صباح الخير. اليوم الفيديو راح يكون كلش مختلف. اليوم راح اوصل طلبات، يعني مو كريم ولا بلي، عندي طلبات راح اوصلها. طبعا راح اشرح لكم شنو الطلبات، بس اللي اريده منكم لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون لايك. طبعا اكثركم اللي يشوف الفيديوهات ما مشترك بالقناة، يعني اتمنى تشتركون بالقناة وتضغطون لايك، حتى لان الفيديوهات هاي اكثرها بها فائدة، فحتى يستفاد غيركم. هسه رايح اوصل طلبات. طبعا قبل اسبوع اتفقت وهي صديق عندي بشنشل مول انه شنو الطلبيه اللي تجي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي انا اوصل لها، وبنفس اليوم نتحاسب وياه. يعني نتحاسب وياه، افضل ما اوصل لشركه توصيل يتطول عندي مثلا الحساب فد اسبوع او اكثر، انا يوميا اوصل. فالحلو صار انه حتى الاصدقاء اللي يم المحلات اللي يمه بدوا يقولوا له خليه يجي علينا احنا نعطيه طلبات. فالحمد لله والشكر صار عندي طلبات حلوه. فظليت شو اسوي؟ اشتغل بالنهار، يعني تقريبا الصبح لحد الساعه 12 اشتغل تاكسي كريم وبلي، والعصر اشتغل على هاي الطلبات. فهيك راح يكون اول شيء اصرف لي، لان انا الطلبات يعني هنا بمركز البصره، فما اروح مكان بعيد، وما كل ساعه نازل صاعد نازل صاعد. فالحمد لله والشكر انه الله شوي فتح علي باب رزق ثاني، ان شاء الله مستمرين به. طبعا هو الطلبيه المفروض هنا بهذا الشارع. هذا الشارع ما يبين لان مقرنص، فما يعني بالخارطه ما يبين. السلام عليكم. قوي حيلك نيتك. طبعا والله فد ولد. وجايبيه هديه اللي يعلقها بالسياره، قاعد تفلش وانا مطول شيء. حبيب قلبي ميتر، حياك الله. اول طلبيه تمت بنجاح. خلينا نروح على الطلبيه الثانيه. انا عندي وحده بالحكيميه، الباقيات كلها على جهه الوفود وجهه مدينه الامل. يعني عندي وحده اسمها المنطقه، اسم احنا نسميها هنا يسموها ام النعاج. ام النعاج يعني شنو؟ ام النعاج يعني نعجه. تعرفون شنو نعجه؟ نعجه يعني مرت الخروف. مرت الخروف يسموها نعجه كانت قبل، هسه ما ادري شو يسموها والله. فهاي سموها لان كانت تعتقد بها هواي، هي اصلا كانت مزارع مال الخرفان، فسموها ام النعاج. بس شنو هناك الشارع بعدين راح اراويكم اياه، اكو يكون ان شاء الله ما تطلع هاي المنطقه اللي تدخل بيها ماكو ولا متر بيها مبلغ. فهنا هسه ما عندي شيء، انا هسه حاليا ما اقدر اخذ رحله لان عندي غراض هواي. يعني طبعا اكو طريقه تخلي باليوم تشتغل اقل شيء فد 50,000، بس شنو هاي الطريقه؟ انا دائما ما جاي اتبعها والله. صاير سايق مخدع. اليوم قعدت الساعه بالسبعة وتقريبا اي والله 7:15، لا 7:10، طلعت 7:15. انا شنو عندي سوله مو حلوه، اقعد قبل من النوم اذا ما مصلي الفجر اصليها واطلع. يعني انا ساعات تفوت علي صلاه الفجر، يعني هواي مرات تفوت علي صلاه الفجر فاصليها الصبح. اقعد بهالساعه مثلا 7:15، اليوم قعدت 7:15، 7:10 قعدت، غسلت كملت صليت 7:03 انا طلعت. شنو شفت الحياه غير شكل، شفت الدنيا. طبعا انا صار لي تقريبا فوق ال 15 يوم ما قاعد الصبح من وقت، اقعد كل الساعه يعني الساعه 10 10:30، لان اظل قاعد تقريبا للساعه يعني اشتغل للساعه 12 بالوحده بالليل. ف يعني اجي تعبان، مو رجل آلي حتى واحد يقعد يشتغل من الصبح لليل، من الليل للصبح، فلازم اكو وقت استراحه. فاليوم قعدت الساعه بيش بال7:10 صليت كملت غسلت صليت 7:03 طلعت. انا ما اتريق اذا ما يعني اروح افتر، وتقريبا بالعشرة 10:30 يلا تريق، ما تريق راسك. فشفت الحياه غير شكل تختلف. وقت صار عندي وقت هواي، بس شنو انا بهيك وقت راح اشتغل تاكسي بلي وكريم، بس ما راح انجز. يعني شنو اللي ما انجزه؟ مثلا ما اقدر اصور فلوجات اذا اقعد من الصبح. قاعد احاول اوفق بين هاي وبين هاي. شوف اذا ما شغل دبل الاشاره، هذا اللي وراي اللي جا منه على جهه ابو البيكه وراد يدخل بالسياره، لان تتفاجئ على الجسر اكو ازدحام. فشغلت دبل الاشاره حتى اللي وراي ينتبه. انا حاليا بعد ما حد وراي، يعني اخاف لا يجي واحد يدخل بالسياره، مخلي مسافه كبيره بيني وبين قدامي، خاف واحد ما يركز شويه يتقدم. قبل لا اوصل للزبون خليني اتصل عليه واشوفه
موجود او ما موجود. بدأت السيارة أمامك تتحرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندك طلبية؟ اي اخوي، انت وين بالضبط؟ انا حاليا من نوباشي، يعني مو من نوباشي نوباشي، يعني ولا نوباشي؟ راح ادخل على من نوباشي. شلون؟ حتى انا حاليا من نوباشي، شو بالضبط من نوباشي؟ لا شوف، انا مو من نوباشي. شوف انا وين الجسر مال المحاكم نازل، راح ادور على من نوباشي. اي انا يمي بشارع بهذا الشارع، وين تدور؟ من جو الجسر مو؟ جو الجسر راح ادور وارجع. اي انا بهذا نفس الشارع الكبير. تمام. المحافظ. شارع المحافظ. يلا العاد هاي راح اوصل لك انا، بس خليه يمشي شارع. يم المنبر انا. تمام اوكي تمام، يعني انتظرني بس على ما يمشي ينفتح السير واجيك. يلا حبيبي حياك الله ميتني. الحمد لله سهلت، هذا موجود قريب علي، فخليني اروح حتى الطلبية. طبعا قال لي هو بهذا الشارع، هذا الشارع مالت بيت المحافظ، فقال لي اكو منبر هناك اكو يمه. طبعا اعتقد قدام هو المنبر اذا اكو، بس الولد وينه ما ادري. خليني اتصل عليه والله مره ثانيه. السلام عليكم يا اخي، الله جابك هنا. تفضل عيني تفضل. ممنون منك يا ممنون حبيب قلبي. مين يسلم. كوريلا مالتك؟ ايه. شلونها والله؟ هايبريد هي مو هايبريد؟ ايه هايبريد. شلونها زين ولا؟ والله زين صدق؟ طبعا. يعني تنصح بيها لو لا؟ والله صاحبي يعني شنو تفول مثلا، مو تفول هاي السيارة مثل مو هايبريد، اي هاي تعدال مرتين. بعدين ما زين. هسه مثلا التفويله ايش قد هي التفويله مالت؟ تفول محسن لو عادي؟ مرات هاي مرات هاي، يعني- اذا عادي اي تكتب نفسه 17 17 18 كل زين. يعني دائما ما اخليها انا كلش. اي زين. هسه مثلا بالتفويله ايش قد تمشي؟ كم وانا كيلو؟ يومي اروح هذا القرمه وارجع. اي يعني يوميا تفول انت لو ايش قد؟ لا شنو يومي؟ ها تقول 3 ايام 4 ايام 3 ايام 4 ايام. ايه. انت 4 ايام اي 4 ايام. زين هي فوق ايش قد يلا تمشي على البنزين؟ حسب دوستك، اذا تدوس انت مثل- ضخه ايه يعني اذا ظل ماشي يعني تدوس وش رجلك ايه تمشي ظل كلها على البطاريه. على البطارية. بس لازم تمشي لان طريقة سريع. اي طبعا. يعني قصدي فوق 60 يلا بعدين؟ فوق ال 60. فوق 60. بس تقدر انه تشيل رجلك يعني شوف، وترجع تظل على يعني تنصح بها اقتصادي زين. عطلات شيء ما بها؟ والله لا حاجة ما انت يا موديل هي سيارتك هاي؟ 24. ما بها اي عطلات؟ لا حاليا الحمد لله ما. بيش تحصل تقريبا؟ انا على اساس ابيعها واشتري كوردي. ممكن 26 تحصل. 26 مليون. ايه يعني ايش قد 26؟ يعني تقريبا 170 مو؟ ايه 170. ممنون حبي ممنون. هذا هسه عندي طلبيه، هي هاي لمنا عاج مساج تسولف عنها، فخل اروح اشوفهم اذا موجودين او لا. عذرا، رقم الهاتف المطلوب مغلق حاليا. هاي الطلبيه رقم الهاتف مغلق، يعني تاني على ما بلكي منا للمغرب يفتحون الخط. تشوفوا الشارع شلون تعبان. انا جاي اشوف لكزز هناك، قال لكزز لونها اسود، جاي اشوف بس شوفوا الجسر بعد الجسر شلونه حد وحد السيارة راح يصير. هذا اذا طاح بينا اسوي لكم فلوجات يوم القيامه. انا بشوف منهم مضيقين بقى حاطين عمودين على اساس يقفلونه. هذا لكم طلبية؟ ايه دقيقة أوفي شوفي طلبيتكم. هاي طلبيتكم. شوفوا شوفي واعطيني خبر. ها عمو تمام؟ ايه هو تمام؟ مثل هذا هو تمام. شوف هسه لازم شو اسوي؟ لازم اطلع من هناك وادور وارجع. لا منها اكو والله اكو مسافة منها. ادور منها افضل.
صار لي 3 ايام. هذا الطير اللي عندي يمكن مصوره اسمه كوكتيل، ف3 ايام مخطيه ما عنده اكل. شو اسوي له؟ ارجع عليه الاكل القديم البايت. شلون واحد يطلع من الثلاجه وياكل نفس الشيء؟ فهسه لقيت هذا يبيع اكل بالمطيحه، يبيع اكل، فخل اروح انزل اجيب اكل واجي. السلام عليكم. اكل مال كوكتيل عندك؟ وين؟ ليش كيلو؟ كيلو ولا ب2 ونص. طيب كيلو. لا واحد. زين غير زين هذا؟ هو بعد اكو هيك نوعيه ابيض، لون ابيض ما ياكل. ليش ما ادري؟ هذا البرطمان. اي لا ما ادري كيف. لا خلي هذا. وقتها صاير 3 ايام واكله اكل بايت. اقول لك زيد عليه شوي، خليه ب 3000. زيد شوي خليه ب 3000. اجي تفضل. ممنون يعني ممنون. الله عليك. واخيرا اشتريت له اكل. خلينا نروح نكمل الطلبيات. طبعا اكو طلبيه عندي من العصر، قالوا روح على اساس اودي لهم اياه، فلهسه ما وديته بس لا ناموا. والله حلوه هاي تويوتا، بس شو اسمها؟ اعتقد بريوس اسمها. اي هاي البريوس، هاي تصير هايبريد. وعليكم السلام. بس خليت اتاكد من طلبيتكم. خذ راحتك. وين؟ اي هاي منها 37. بس كيف الطلب؟ شيك براحتك. ايش قد صار الحساب؟ 37 مكتوب عليه. تمام. يريد يشتغل مندوب لازم يتحمل الزبائن، مثل ما تتحمل الزبائن بتاكسي كريم وبلي، لازم تتحمل الزبائن اذا انت صرت مندوب. هسه انا شفتوا هذا الفيديو، هسه انا قبل شويه اتصلت عليه وما جاوبني، وقال لي انا مكتب من مكاتب المحاماه ما اتذكر اسمه شو اسمه، ورحت ونزلت جوا وسالتهم وقالوا هذا الولد ما نعرفه. هسه شويه رجعت اتصلت عليه ورد علي، كان يقول لي انا مو نفس المكتب، لا المكتب البيت اللي بصفه. فشوف يعني هسه انا رجعت له مره ثانيه، يعني رحت مكان بعيد ورجعت له مره ثانيه حتى انطي الطلبيه. فانا المفروض علي يعني اصلا لازم انطي الطلبيه، بين ساعه تكون لازم انطي الطلبيه. فهسه راح ارجع له مره ثانيه وانطي الطلبيه، وهي هاي اخر طلبيه. وعليكم السلام. لا عيني رحم الله والديك. لا بالعكس ماكو زحمه. رحم الله والديك. تدري انا رحت لهم هنا المكتب ودخلت جوا. حقك والله. تفضل خليها علينا. لا ما يصير. والله عليك. انا دخلت لهم هنا جوا قلت لهم ما عندكم طلبيه؟ قالوا لا ما عندنا اصلا ما المكتب؟ اي هو كله هنا شو حقك ولا هذا من محامي؟ كلهم محامين هنا. كم محامي؟ ابا هاي 13,000. تسلم. تفضل تدلل وحياك الله. ممنوع الماء. شكرا شكرا. سلامتك. ممنون تسلم.
واخيرا خلصت هاي الطلبيه اللي فرتني 3 مرات من 4 مرات رحت وجيت. فانت قلت لك اذا تريد تصير مندوب لازم تتحمل كل الناس، ما تتحمل، ما تقول والله ها ضجت او ما ضجت، انت اللي عليك توصل طلبات فلازم تتحمل. طبعا اليوم الفيديو مالتنا ما بيفيد شيء، يعني مثل ما كل مره اروح واصور اماكن هواي، فاليوم بس حبيت اراويكم اذا انت تريد تشتغل مندوب. انا هاي مثل ما قلت لكم مو مندوب، هاي متفق ويا محلات، ترى كل شيء سهل. انت اي شيء عندك سؤال سواء كان على بلي على كريم، انتم مثل ما تشوفوني جاي ارد على كل الاسئله، ما اخلي سؤال ما ارد عليه. فاي سؤال عندك على مندوب على كريم على بلي، اي سؤال اسالني بالتعليقات بالانستغرام، انا خليت رابط الانستغرام هم تلقونه بالمنشورات. اسالني وان شاء الله ما اقصر وياكم وارد عليكم بكل سؤال اسالوني.